على فكرة يا شباب، ما بيضيق صدوركم، بس صاحب الاستراحة دق علي بالقطة. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما نجيب لك ابن الحلال. يا اخوي اركد بديتك انت، هذه قطة استراحة عيال لازم نلتزم فيها. بعدين تعال انت 24 ساعة متسدح في الاستراحة، انت المفروض تدفع اكثر بعد. يا اخوي ترى ما يمدي يا اخي كل هذا علينا احنا. يبغانا ايجار الاستراحة وقطة العامل وقطة الانترنت واغراض الاستراحة. يا اخي شوفوا لنا حل. الحل نجيب واحد معنا يقط. والله فكرة، بس من نجي؟ انا. انت قاط يا اخوي، نبي واحد ثاني غيرك. لا يا ابن الحلال، انا عندي واحد من اخوياي مكلمني يبي يقط معنا. حلو، بس كيف وضعه؟ شلون كيف وضعه؟ مضمون ابن الحلال، انت تبي واحد يقط معنا صح؟ ايه خلاص نجيب اخوي. تستهبل انت، مضمون مو مضمون، نشتري حنا. يا اخوي خويك هذا جبه اليوم في الاستراحة ونشوف وضعه، ولا لا يا محسن؟ الا كلامك صح. طيب خلاص. يلا العيال عندك كلهم؟ لا تسلم على احد. مع السلامة. هلا صديقي، ها بتقط معنا ولا هو انت؟ والله شوف، خلاص بقط معك، بس كم القطة؟ القطة والله هو كل واحد يقط منا 5000 في السنة. 5000 استراحة؟ 5000 ابى اقط معك في الشانزليزيه هنا؟ لا يا اخي، لا غالية يا اخي، خفولي لا. داخل محل ابو ريالين، اركد في ديتك. يا حبيبي هذه غير قطة اغراض الاستراحة عشان نكون في الصورة بس. اقول اركد في بدايتك انت، ها؟ طيب، وبعدين انا جديد يعني، عاملوني معاملة الجديد، وشوفوا حركات نصبكم ذي مبالي. انا دائنكم جايبيني علشان انقذكم ووقت معكم. يا اخوي لا تشغل امنا، تبي تقط ولا لا؟ تعال صكني كف بعد يا ابوي. خلاص بقط معكم بس في الاجار. الاغراض معليش انا جديد بعدين. يلا انت حييهم، يلا انت. الاستراحة استراحتكم كأنها لكم هي، ما احد يستحي ولا شيء. خذوا راحتكم، يلا حييهم. العافية يا تركي، يعني الوضع طبيعي يا تركي. طبيعي اكثر من طبيعي يا ابن الحلال. جيب اغراضك واخوياك كل يوم تلومينا يا اخي. يلا يا شباب فلوها للصبح. يلا يا شباب فلوها. معليش يا شباب، شكلي غلطان. تعال عامر، وش فيك يا اخوي؟ ايش جايبكم هنا انتم؟ وش جايبنا؟ استراحتنا يا ابوي. اما عاد استراحتنا، والعالم ذي من هي؟ هذولي لا يا ابن الحلال، هذولي خوينا تركي، بس جايين يسلمون عليه وكذا. تستهبل انت وجهك. وش ذا البجاحة يا اخوي؟ امس قاط واليوم جايب اخوياه. لا بس شو اسمه، جايين يسلمون عليه اقول لك، بس يشوفون المكان بس. تستهبل انت. اقول علم خويك، قل له يحترم نفسه، وبثارة زايدة ما نبي. اخويا ما يجيبهم، يستأذن بعدين يجيبهم. بالعكس يا عامر، والله انهم فله وضحك وناس وبلوت. الحين لا قاعد وجهك تقول الفلة. يا اخي هذا بجيح ما يستحي على وجهه، هذه اولتها جايب اخوياه. صح بس عشان ما تصقع وجهي هد اصابك انت الحين. طيب اسمع، المهم علمه، قل له لا عاد يجيب اخوياه الا يستاذن، وانا بروح وبكره لي كلام معه. حول ولا اقول لك تدري شيء، بس سحبنا علينا نلعب بلوت. ها؟ سحب علينا نلعب بلوت بس. بلوت. هذه كانت روعة. بالله شوف اقرا يا اخي، اقرا. ايش تبي؟ ما ابي اقرا، ما ابي. استراحة يا اخي الثور توني كوي. يا الله توني كوي يا ابن الحلال. لا تنطم ولا كلمة، ترى مالي خلقي. عامر ترى المطبخ فاضي، ما في ولا غرض. تستهبل انت وجهك. والله ما في. قبل يومين يا اخي جايب الاغراض. ايه تصدقون؟ انا جيت سبحان الله، حتى اسطوانة الغاز ما فيها شيء. وش البجاعة ما تغيرت؟ من متى جاي انت؟ من الصبح. لا يا شيخ، طيب دامك جاي من الصبح ورا ما كلفت على نفسك ورحت غيرت الغاز. انا صراحة تحت ظل الازمات صراحة حرب تعبان، مالي خلق صراحة. لا والله تعبان. بسم الله عليك، فانح بس تجمع اخوياك هنا وتترزز وتتسدح عندنا هنا في الاستراحة. بعدين تعال، وين قطة الاغراض ما جبتها؟ يا اخوي وش اللي تترزز يا اخوي؟ ترى انا على فكرة قاط قبل يومين، قطة الاستراحة قبل يومين،
بالله ايه طبعا. يا حبيبي هذه قطة الاستراحة ما لها علاقة بقطة الأغراض يا ورع. اقول عاد اسمع بلا ورع بلا كيف رجل، اقول استريح واحد يحفط شماغي ولا وش اللي يا ورع ما ورع؟ لولاي انا كان مطلعين في الشوارع، انقذتكم من الازمه وقطيت معاكم في الاستراحه وانقذتكم ما تنطردون برا برا. خير مريض انت ارفع صوتك. الزبده يا عامر انا بدق على ناصر، اطلبكم معي اكل ولا لا؟ خلاص خله يجيب لي أكل معك، ترى الوضع قطة. لا بالنسبة لي قطة، لا بالنسبة لي أنا شبعان إن شاء الله شبعان. شوف حل خط هنا شبعان مرة ما أبي شيء. هلا محسن، خلاص بجيب لكم الحلال. ايه بخلص شغلي بس. مكتب الاستقدام شفت اللي مقدمين على العامل، بس ايه بشيك معاهم بس عشان يجيبون بدل العامل ذا خوينا. يلا مع السلامة. بالله شوف يعني شوف اقرا يا اخي فك امنا يرحم لي امك. يا أخي استراحة يا أخي. شو فيكم؟ جبت لكم الغدا يا عيال على حسابي، ولا في ولا واحد يقط. يعني قطة ما حد يقط؟ ما حد يقط عليك؟ علي انا يا الله جاء في وقته جوعان خط الفقر كذا جوعان. ليش جوعان يا اخوي تستهبل انت؟ فما قبل شوي تقول انا شبعان وما بي. يا اخي لا تدقق يا اخي، ترى انا نمزح الحلال. خلوه يتغدى خوي عادي. والله صادق انت. اقول لك يا ناصر، وش عندك قالوا لك انك رايح لمكتب الاستقدام؟ شو فيه؟ لا بس كنت بجيب عامل بدل عامل ذا اللي سفرناه ذا الاول. عامل مع عامل. شو الخسائر؟ ليش الخسائر بالحلال؟ ليش يطلع برا؟ اول واحد تشوفه يسوق سيكل جيبها يا اخي عادي يا ابن الحلال. أركد في ديتك يا ورع، تراك فرمت أم الأكل، بعدين شو ضمننا اللي نجيبه يشتغل زين ولا لا؟ يا اخي انتم ما عرفتوا وانتم الناس اذا ما اشتغلوا كويس بالحلال شتاء يلبق السيكل برا عطيه، واي احد يقلب بالسيكل جيبها ثاني مره. الله اكبر الحمد لله. يلا يا شباب. هات ايش فيه؟ جيب اخذ يا شيخ. جيب ما في وقت بالحلال. اخر ليش تغيره يا اخي؟ صحنك خوي وعلى كيفك، يعني تيجي عندنا ونتكي معنا وتقاط معنا. فيلم يا شباب كذا، خلونا نشوف. ها رجع القناة تلاقون فق وجهك. يلا لابس القميص حقي؟ بلا لا فقع وجهه ناصر، مو بخويك تقعد تشغل في امنا فيه. طيب يلا قم غير قميص يلا. عادي هدي هي من باب الميانه بس. يا صادق لا يا حبيبي، تعال لا يا شيخ، راح جيب لي شاي. يلا هذا شاي كله كلس يا شيخ. شلون خلص وانا جايب قبل يومين؟ هذا امس في تركي شيله اصبع كله بعدين نروح برا سوا صديقي. يا عيال خير يا اخوي من جدك انت؟ اي والله. اقول دق على خويك البثر شكله ماخذها. لا ما يسويها من الحلال. يا ابوي يسويها ويسوي اكثر كذا. دق عليه بس. هالو وينك انت؟ طيب اخذت ساعتي ولا لا؟ اها طيب يلا خلاص بكلمك بعدين. يلا مع السلامة. ما قلت لك تلقاه بياخذها؟ اصلا ذا خويك ما يستحي على وجهه. لو يقول بعد انه صدم بها وانحاش، صدمة خفيفة. اوه الله يعينك والله، صادم ومنحاش بعد، رحت فيها انت. اقول دق عليه بس شوف وين مكانه، خل نروح قبل ما يجيب العيد فيها. درب لا على طار السيارات وسرعة سياراتك. ابد صناعية ما تكلف شيء، بس يومين وثلاث ايام تطلع دقشة خفيفة بس يعني. والله لو اني منك عاد لا خلي ذا البثر اللي اسمه تركي يسويها. من جدك انت الحين ما قط الاستراحة تبغاه يصلح سيارته. يا صادق
صادق وين الذنب؟ هو انا متاكد هذا اللي اسمه صادق هو اللي سرق. انسرقنا يا عيال. اوريك ما هو انت اللي تكلمني كذا يا اخي؟ وحشتوني اصدقائي انتم. وش وجهكم متغير؟ يا حبيلكم يا حبيلكم. وجهك يا ورع. يا اخي عليكم مزح الجيل الجديد هذا. اوه لا لا لا، يا احبكم المفاجآت. تبي تنقلون؟ يا شباب تعال انقل. احنا الشباب المتفائل بالامنيات،